الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى في لقاء المنتخب اليمني بالمنتخب تايلاند. أقوى المنتخبات في هذه المجموعة لم يخسروا حتى الآن في المباريات الماضية وفي الجولتين الماضية. المنتخب اليمني الذي اعتل قائمة هذه المجموعة بالنقاط الكاملة بالست نقاط بفارق الأهداف عن تايلاند، هو الآخر الذي حقق الدرجة الكاملة انتصارين وبالتالي 6 نقاط بالنسبة لعمل الانطلاقة والبداية. سعي من أجل تسجيل الهدف الأول. هنا محاولة التسديد لن تكشف عن أسرار. هنا المحاولة عموما محاولة تايلاندية الآن منذ البداية. المنتخب التايلاندي جانبي المنتخب التايلاندي هنا الثاني عن هذه المجموعة، بينما المنتخب اليمني لم يحقق إلى وما وصلوا إليه حتى الآن. الأول نتيجة ما زالت سلبية. هنا على جهة اليمين محاولة عرضية لك كثيرا بكرة القدم. الإعادة والتسديدة لكن بعيدة، قبل ذلك لم نشاهد أي فرصة. هنا محاولة عرضية لكن هنا تسديدة بدون أي فاعلية على المرمى. لم نشاهد كرة الآن، تمريرة خطيرة ربما أول تهديد للمنتخب اليمني. فرصة كانت محققة لمصلحة المنتخب اليمني، أول فرصة يمني في المباريات الماضية. المنافس على مرمى المنتخب التايلاندي في الدقائق الأخيرة. هنا عرضية طويلة، ما زال يبحث عن طريقة لمباراة، وبالتالي يعرف تماما صعوبة المنتخب التايلاندي عن العادة. أمامية طويلة، شوف الضغط على حامل الكرة من جانب الجماهير في مدرجات الملعب. هنا محاولة التسديد. لاعب سجل هدفين حتى الآن، لاعب حارس المرمى ثاني هذه المجموعة أو أولها من جديد. للمنتخب اليمني يستعيدها عادل قاسم. يبدو لي بأن هناك رأي تسلل. إعادة أعتقد ما فيها تسلل. تدخل في الوقت المناسب وفي الوقت المناسب على التنفيذ. رأسية الأول يريد أن يتقدم لكن هنا الإعادة سيسجل على المنتخب اليمني. تسديدها لكن سهلة بطموح وإرادة كبيرة لتحقيق اليوم. حاول المنتخب التايلاندي هنا ما نجح في المرور بسبب جرين بوك الأولى من زمن شوط المباراة الأول أن تكبر. محاولة فرصة عرضية خطيرة ما زالت لك. هنا انطلاقة، فرصة، محاولة خطيرة، تسديد. عاد المنتخب التايلاندي في هذه اللقطة وفي هذه المحاولة المنتخب كان أن يسجل. إذن بينما المنتخب اليمني أجرى تغيير واحد
تسبق للمنتخبات هذه المجموعة التعادلات بالنسبة لهذه المجموعة للمنتخب التايلندي. هنا الآن التمريرة لكن طويلة ويبدو إعادة للمحاولة الأخيرة واللي كان فيها والمنافسة فيها كانت صعبة حتى الآن. الفرصة متاحة لفيتنام والهند وأوزبكستان مرة أصبح المستوى وبهذا الأداء غدا ستلعب مع كوريا عموما الركنية الأولى للمنتخب اليمني لكن بدون أي خطورة بدون أي محاولة. الثاني 55 دقيقة 55 دقيقة حتى الآن لم نشاهد أي هدف والمنتخب التايلندي يسجل يوم الأكثر استحواذا للكرة لكن بدون أي فاعلية بدون أي في هذا الاختبار ويعيد السنوات هذه الذكريات الجميلة. غاب عن تحقيق الإنجازات هنا لم يستلم الكرة بالشكل المطلوب لتحقيق الانتصار في هذه المباراة وإن كان كلا المنتخب حتى بالنسبة للمنتخب التايلندي يبدو والأربعة في المباريات الماضية اليوم حاول ما زال يكرر محاولات أمام مرمى المنتخب الماضية من شوط المباراة الثاني اللي لاحظناها وشفناها في وهنا الخطأ لمصلحة المنتخب التايلندي. هنا المحاولة الأخيرة وهي المحاولات الأخيرة قبل النهاية لكن أعتقد يشعل حماس مهم جدا هذا الإصلاح قبل من جانب عادل قاسم في الخطأ رقم 10. هنا ما كانت بالشكل المطلوب من جانب عبد الرحمن الخضر اللي كانت الخشبات الثلاث قدم مستوى كبير في دول محاولات الآن سريعة للمنتخب التايلندي ربما إلى التسجيل الأقرب إلى التسجيل. هنا التسجيل كرة الآن محاولة المنتخب التايلندي الآن وضاح أنور. هنا الإعادة المنتخب التايلندي وفرحة عارمة هنا في ملعب بي جي ستاديوم بهذا الهدف الذي يعطي المنتخب التايلندي صدارة هذه المجموعة.